حاجه وغنقول لكم شكرا جدا جدا، شكرا بزاف بزاف على الاقتراحات ديالكم وكلشي. غنقولها واحد التوضيح للناس الزوينات اللي كينصحوني وكيبغيو لينا الخير، الناس الزوينين اللي دايما كينصحوني. ميرسي بوكو. شنو نقول لكم ما هو التوضيح؟ يلا بسم الله، يلا بينا يلا. اهلا الناس الزوينين، كي دايرين لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. مرحبا بكم وشكرا على الدعم، شكرا على الفيديوهات، شكرا على كل شيء. المهم هذا الفيديو Oh my god, what's that? ما سمعت بحال القرطاس، ما عرفت شنو، بغيت نتاكد. الله يستر يا رب. والله ما عرفت داكشي شنو هو، بحال التفرقيع، واش شي حاجه عاديه ولا الله يحفظنا في هاد البلاد. اش غنقول لكم، ما تعرفي القرطاس من ماشي قرطاس. الله يستر يا رب العالمين. المهم كتعاودوا كلشي بخير، كنتمنى تكونوا لاباس عليكم. هذا الفيديو غالبا غيكون قصير بالزربه، فيها واحد توضيح يعني للناس العزاز اللي كيبغيو لي الخير وكيعطيوني النصائح. بغيت نقول لكم اي ام اوكي. شكرا بزاف. ربما الانسان المهم بعض المرات ملي كنولي بخير وهذا وكنشوف فيديوهات ديالي كنبان انهزاميه، فهمتي. كنت كنهضر مع ماما، قلت لها المهم كنا كنتناقشوا في الموضوع، قلت كنا كنهضروا زعما الواحد ملي كيكون طايح عليه الضيم وكان جاتني كلاليت كنبان انهزاميه وهذا. فبغيت نقول لكم اي ام اوكي. وبالنسبه ربما كررتها بزاف المرات، قلت لكم يعني الحد في القد. انا عرفت بزاف البنات مساكن، ماما قالت لي شوفي وضحي البنات، قولي لهم شكرا، ودابا قولي لهم زعما التوضيح باش ما يسحب، باش زعما الناس اللي متابعينك وكيهتموا الامر وكيعطيك النصائح يعرفوا. حتى اللي ما قدرتيش تجاوبي فيديو بلاتي. ثانك يو. فبغيت نقول لكم الحمد لله ماديا مستوره والحمد لله. وطبعا لانه حشومه الواحد يهضر على شحال كيتخلص وهذا، اللي غنقول لكم انه الحمد لله. المهم من ناحيه البنات اللي كيقول لي زعما شوفي المساعدات وهذا، انا الدخل ديالي ما يسمحش لي ناخذ مساعدات، لان الدخل باش يعطيوك زعما لاكريش وهذا خاصك، بالنسبه لي انا وجوج وليدات مثلا في الينوي، خاصك تكوني تدخلي حتى ل 50,000 تقريبا. وانا الحمد لله اللهم اديم نعمه تحفظ من الزوال فايته هذاك المبلغ في الخدمه ديالي، والحمد لله. يعني هذه حاجه مزيانه. ربما ما كيعطيوكش مساعدات لانك بالنسبه للدوله انسانه فوق يعني طبقه متوسطه، يعني ما خاصك خير باغا اش نساعدوك. فالمهم الحمد لله هذه شي حاجه اللي مزيانه. وبغيت نقول للبنات زعما شكرا بزاف على الاقتراحات. والناس اللي ما عارفينش باش تاخذ المساعدات خاصك، المهم بالنسبه للاكريش وهذا، باش تخلص لك لاكريش في الينوي خاصك تخلص قل من 50، يعني حتى 50,000 دولار تقريبا هو وبجوج وليدات، مرا وجوج وليدات هذا. وحتى ملي كتخلصي 50,000 خاصك تخلصي تقريبا النص ما عرفت شنو. وانا طبعا كما قلت لكم الحمد لله، فهمتي. يعني الخلاص ديالي يعني بالنسبه لشي حد اللي خدام خدمه بسيطه ربما خاصو يخدم جوج مرات باش الحمد لله اللهم اديم نعمته وحفظها من الزوال. فطمنوا عليا كما كيقولوا فران وقاد بحومه سي فري كو سي نورمال ان الانسان ملي كيطيح عليك الضيم وهذا كتولي هكا انهزامي وتولي ناري وهذا. غير انا ربما الحاجه اللي خلتني بالنسبه لي زعما عندك الفلوس، ماشي عندك فلوس زعما كاين مرتاح باش تكون مرتاح صراحه في امريكان، تكون مرتاح زعما انا حاليا قاده على راسي، قاده على مصاريفي، على طوموبيلتي، على حتى ولادي. غا هي كما قلت لكم مع لاكريش غاليه وكنخلصها من جيبي، فتصور معايا 2000 من 2 مليون ونص تقريبا غادي كريش. ولكن ماشي مشكل، الوليدات غيكبروا وحتى انا راني خدامه على راسي باش ان شاء الله يا رب العالمين نرجع منصب اداري كما كنت في الماضي. انا شحال هذا ليبوك، شحال هذا المهم 2016 راه كان في 2016 كنت كنخلص بزاف اكثر من دابا يعني 70 80 الف 100 الف الحمد لله اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. فهاد الشيء القرايه كتنفع والتجربه كتنفع. وطبعا انا حينتاش مؤخرا ما خدمتش ف راه 4 سنين تقريبا كنخدم يعني اون اوف، ولكن خدمه فول تايم تقريبا شي 4 سنين والحمد لله. فانا بديت هنايا خدامه مع الغوفرنمون، عندي بنفيت، عندي كل شيء. وتنقول لكم شكرا بزاف. وبغيت نعطي هذه المعلومه على بالنسبه للمساعدات. المساعدات كيعاونوا الانسان اللي خدام خدمه
بحال السميك حنايا عندنا في المغرب فهمتي. اما الا كنتي موظف وخدام يعني خدمه يعني تعتبر من الدخل المتوسط او لا اكثر شويه، فطبعا ما كيعاونوكش. والحمد لله الحمد لله ما تخافوش، انا قرايه شي وحده كتشكر راسها. نقدر نقول لكم امبيسيوز يعني راه دائما كنقلب على الاحسن، دائما بانت ليا شي سيرتيفيكا شي تيست راني كنديرو، خاص غير لهنا ديال الراس. شتي ملي تكوني هانيه في راسك ومرتاحه وما خاصك حتى خير وجالسه وهكا، راه ديري العجب المتعجب. انا المره الاولى ملي طلقت ماشي كنعني ان الطلاق هو الحل، ولكن لانني كنت ستريسي وملي طلقت وتصنت راسي راني درت ماستر في هنايا في الميريكان، وتصوروا مع بنتي صغيره وخدامه فول تايم زائد الماستر، يعني اقول يعني بزاف. ولكن الانسان ملي كتكون الاراده كلشي ديرو، فان شاء الله باذن الله ما غيكون غير الخير. وانا بغيت كنتمنى من الله انني يجعلني حنايا دابا عائله، نتوما راه ماشي متابعين، نتوما بالنسبه لي عائلتي الثانيه، وما شاء الله عليكم سواء سيدات يعني ربات منزل او لا موظفات او لا، كلكم ما شاء الله تبارك الله like very mature. واحد الملاحظه بغيت نقول، شي سيدات تقريبا شي 3 ولا 4 قالوا لي صافي غير بقاي ما تطلقيش وهذا وزعما صبري ولادك يكبروا. المهم انا بغيت اول حاجه راني كنجاوب في واحد الميساج واحد الكومونتير، رايكم والله حتى رايكم على العين والراس، وانا كنحترم الراي والراي الاخر وشكرا بزاف. غير انا وسمحوا لي عندي راي مخالف. شنو هو؟ علاش غنصبر انا على نفسيتي؟ شوف حنايا النفسيه او لا الاستقرار النفسي والعقلي هو الحاجه الوحيده اللي كنملكوها في الحياه. الا ما عندكش، ما انت غتقراي مقاده، ما انت مرتاحه، وتا ولادك ما يكونوش مرتاحين. والدليل ان كاع لي فام ساكن اللي ما بقاو صابرين بزاف وهذا، مسكينه كتوصل الربعينات الخمسينات يبدا السكر، يبدا العصب، يبدا الغده، كاين اللي كيجيها المرض الخيب لان ستريس كيتجمع. والحمد لله انا ما بغيت حتى وحده انها تصبر لشي حاجه اللي كتضرها في صحتها، وتحاول انها تلقى خدمه ولا تلقى مفر انها ما تكونش مضغوطه ومجبوره انها تكون في هذيك السيتويشن. اما بالنسبه للبنات اللي قراو والديهم عياو عليهم وخداو ماستر وجوج وثلاثه وفي ميريكان، راه ما عنديش انا شي سبه اللي تخليني انني نصبر على العذاب وواحد يمشي عند مرة في الليل ويجي عندي في الصباح. لانني انا بالنسبه لي العلاقه الزوجيه ماشي زعما غير مصدر الفلوس. الا ما كانش عندي والو هذا الله يحسن العوان، زعما لا يحطنا في هذاك الموقف، والناس اللي في هذاك الموقف الله يحسن عوانهم والله يجيب لهم كيستحقوا انهم يكونوا سعداء، وكيستحقوا انهم يكونوا فري، وكيستحقوا هذاك الهنا ديال الدماغ. وكندعي من الله سبحانه وتعالى انهم الله يجيب لكم المفر. اللي جالسه مع شي فرعون او لا جالسه مع شي انسان ظالم كيضربها وكيخونها ومسكينه حاقر عليها، الله يجيب لك المفر. اما اي وحده اللي عطيها الله سبحانه وتعالى المفر اللي هو قرايه او خدمه ولا شي حاجه وجالسه، راه بالنسبه لي جنات على نفسها وعلى اولادهم. لان كان مره اخرى الراي ديالي ان اولادك كيستحقوا انهم تكون عندهم ام مستقره عقليا ونفسيا، اللي مرتاحه وسعيده وكدير سبور وكتمشي للخدمه وهي هكا فرحانه، حتى واحد ما منغص عليها عيشها. لانه صدقيني ملي كتكوني مرتاحه نفسيا تا ولادك فهمتي كتعطيهم احسن فيرسيون ديالك، احسن نسخه كتعطيها لولادك، هذيك النسخه الضاحكه الفرحانه اللي ما خاصها حتى خير. اما كنت نيت كنقول لماما، قلت لها شوفي كنا كنتناقشوا على القضيه، مع حتى هي مسكينه دازت بزاف، حتى كنحاول ما نهضرش في هذا الموضوع بزاف. مره لقطات لانه كما كنت كنهضر معاها قلت لها شوفي، قالت لي شوفي دابا هذا الموضوع ما كيخصكش غير نتيا، فعلا ماشي مشكل لمحتي عليه، ولكن راه كاين خوتك وهذا، ربما نتيا تهضري على هذا الموضوع جداد بينك وبين ماماك وباباك. المهم علينا اللي بغيت نوصل لكم هو ان كنا كنتناقشوا في هذا الموضوع ديال الصبر ما صبر. وقلت لماما شوفي ماما، واحد الحاجه الله يطول في عمرها، انسانه شنو نقول لك، عندك لي كونفرساسيون انتيليكتويال عندها زوينين تهضري معاها، ومثقفه فهمتي النوع المثقف، واخا ما كملتش قرايتها ولكن الكتوبه دائما كتقرا، ودائما الاخبار، ودائما نهار كامل حنا نديروها بحال جالسين في برلمان. فكنا كنهضروا كتقول لي شوفي انا الحمد لله الحاجه اللي فخوره بها، وتا انا فخوره بها، هي انها مسكينه
صبرات على قبلنا على ما نكملوا قرايتنا على بزاف د الحوايج وهذا. وانا كنت كنقول لها واحد الراي انا فعلا متفقه معاك وشكرا وهذا، ولكن كنت كنقول لها انه ما تنسايش ان حتى المراه راه كاين واحد الجانب، لان شتي ولادك واخا مثلا نفرض نقولوا حنايا بعيدا علينا حنا. كنت كنقرا نيت واحد الكتاب زوينه، واحد الكتاب سميتو You Can't Hurt Me، اللي بغاه يتواصل معايا، اللي بغى شي المعلومه يتواصل معايا باي ذا واي على دابا نخليكم رجاء collaboration@gmail.com، هذا الايميل ديال السوشيال ميديا اللي بغى يتواصل معايا. هذا الكتاب غنقول لكم انا الميساج عن طريق الكاتب كيهضر على ان باه كيوصفوا بالشيطان. انا ماشي كنهضر على الله يهديه، ولكن ماشي لهاد الدرجه زعما صراحه، حتى هو دار حوايج مزيانين ماشي كلشي خايب، والله يهدينا وتا واحد ما كامل. ما علينا، كنهضر على الكتاب You Can't Hurt Me is the title، العنوان ديال الكتاب هو اللي كنصنت ليه هاد الايام. كان باهم من برا الناس كيحسدوهم، كيشوفوهم بالطوموبيلات الفارهه، بالدار الكبيره، دايما لابسين حوايج نقيين، كلشي كيسلم عليهم. قال لهم هذيك كانت غير الواجهه اللي كانوا الناس كيحسدون عليها، ولكن الحقيقه مره. كان كيضربهم ولادو على شي حاجه بسيطه، كيسلخهم حتى هذا هم يضربها الضرب يزرقها يخرج ليها الدم وكل شيء. وكان هذا الشيء بكري يعيطوا للبوليس، ما كانش ماشي بحال دابا، كانوا بحالنا في المغرب انه تا تكون شي جريمه وشي حاجه عادي يدخلوا، والام حيتاش ما عندهاش الفلوس مسكينه كتضرب وكتصبر على قبل ولادها لانها خايفه. الراجل عنده بوفوار، عنده الفلوس، عنده بزاف الحوايج، وكيهضر انه زعما كتقول انا صابره على قبل ولادي، وهو الكاتب كيقول هي لم تدرك ان راه ماشي صابره عليه، وحنا كنا كنحلموا انها تكون عندها الشجاعه وتشدنا تحت من جناحها وتهرب بينا، لاننا لفيت اننا كنشوفوا منا كتعذب ليله نهار. هذاك الشيء كيعذبنا اكثر من كون زعما هربات بينا. فهمتي؟ يعني كتقولي مع راسك انا كنصبر على قبل ولادي، ولكن التعذيب النفسي اللي كيشوفوه ولادك ملي كيشوفك كضربي ليله نهار وبغير صافي شخصيتك ممحيه وكذا، هذاك اكبر عذاب ممكن ديريه لولادك. فهمتي كيفاش؟ انا بالنسبه لي ان ولادي كيستحقوا سعيده منطلقه في الحياه. بالنسبه لباهم يشوفوا فيما يعجبهم، تكون انا نكبرهم كوم يلفو، دير لهم لي بيسين، دير لهم بالي، دير لهم تكون حاضر في الحياه ديالهم، ونكون ناجحه باش اوتوماتيكمون حتى هما ينجحوا في حياتهم. فانا هذه هي الفكره ديالي بالنسبه للعلاقات وبالنسبه للبارنتين. اما وكنحترم جميع الاراء، يعني تاني راه كاين الناس المساكن اللي ربما ما عندهاش صنعه، ما عندهاش خدمه، ما عندها كي دير، ربما مهدده بالتشرد بزاف الحوايج. اللي غنقول لكم الله يحسن العوان وكل واحد، وما نقدروش نحكموا على الناس. وحتى الوعي الحمد لله مع الوقت كيتطور، مع الكتوبه، مع القرايه، مع السفر. مثلا انا ديال دابا ماشي انا ديال 10 سنين او لا ديال 12 عام اللي يلاه جيت الميريكان. الامنيه ديالي باذن الله ان شاء الله والله يحققها لاي واحد اللي باغاها. خاصكم تعرفوا ان والله كل عام كنزيدوا كنقراه كنقول الحمد لله اللي زدت هذا العام. بحال زعما بحال واحد الشراجم، كل مره كتحل الشرجم وكتلقى واحد المنظر غزال، كتقول واو كون ما حليتش هذا الشرجم ما كنتش غنشوف هذا الشيء. فهمتي؟ يو بيكام اديكتد، كتولي عندك واحد الادمان للقرايه، للعلم، للسفر. ملي كتسافر شي بلاد جديده كتقول واو. مثلا ملي كنا مشينا لكندا، المهم واخا قريبه الامريكان وهذا في الثقافه، ولكن كتشوف شي حوايج جداد. فرنسا لا ميم شوز، كتلاقى مع دي جون. مثلا كانت عندي السفر تا هو مهم جدا، كيخلي الانسان اوبن مايندد، والله قدرنا يعني نكونوا كيبل اننا حتى ولادنا نحلوا لهم بزاف البيبان ديال السفر، ديال تعلم اللغات، ديال اللي يدوروا العالم، ديال القرايه، ديال الكتوبه، باش يكونوا واحد الناس اوبن مايندد، واحد الناس الوعي ديالهم عالي. وهذاك الوعي ملي كيكون عالي كيخليك كتعيش احسن حاجه في هذه الحياه وكينزل من الالم ديالك. يعني مثلا شي واحد اللي يقرا شي كتاب ديال ان you cannot control الفكره، مثلا ما يمكنش انك تكونترولي الاكشنز ديال الناس، ما يمكنش تكونترولي على الناس اش غيديروا.
فهمتي؟ يمكنش، ولكن you can control your reaction to it، ولكن يمكن لك تتحكم في ردة الفعل ديالك. فهمتي؟ ممكن تختار انك واحد الحاجه ما تقلقكش، فهمتي؟ ربما هاد الحاجه غيقول لك لا وكيفاش شي واحد عايرني وما نتقلقش، ولكن تمعن في هاد القضيه مزيان انك تختار كتدرب راسك. تدريب راه بحال واحد العضله، فهمتي؟ غنقول لكم مثلا شحال هذا، واخا كنت زعما شويه كنهضر وهذا من بكري، ولكن كنت كنحشم في بعض المواقف. مثلا فواحد العام كنت خدمت في ان تايلر في الويكاند. ان تايلر بحال قلتي زاغا ولا شي حاجه بحال هذا الشكل. هاد ان تايلر هي غاليه عليها شويه، خاصه لي تايور ديال العيالات الموظفات، وزوينه خدمت فيها. وتما كتمشي كي باش زعما كنتو جيت هايرد كيدير واحد لونتروتيان، وهذاك لونتروتيان فيه واحد الجزء كيقول لك سيري نتيا تختاري لنا مثلا غتمشي لواحد الحفله مثلا كذا سيري نتيا لبسي، خذي لبسي اللي عجبك، كيشوفوا ذوقك الالوان هذا. المهم كيقول لك مثلا دابا غدا غتمشي مثلا عندك ميرين، عندك اجتماع ولا هذا، سيري اختاري نتيا لبسي وصافي. بحال كيحكموا على ذوقك من داكشي اللي غتختاريه. والمهم انيويز هذه واحد التجربه هي زوينه، كل تجربه مهما كانت بسيطه كتعلمك شي حاجه. واش تعلمت من هذه التجربه هي انك يو تيك ذا فيرست ستيب. حتى هي بحال واحد العضله ديال انك انت اللي تمشي عند الانسان البراني وانت اللي تبدا الكونفرساسيون، مابقاش جالس بحال هكا كضيف كتسنى يجي عندك. من تماك تعلمت الزعامه انك انت كتمشي كديري فيرست ستيب، كتمشي هاي هاو ار يو توداي كان اي هيلب يو فايند انيثين، واش ممكن نعاونك تلقاي شي حاجه. مثلا تستايلي المراه مثلا قالت لك ما كراهش انا عندي واحد الكونفيرونس في نيويورك وفيها كذا، فانتي كتخيلي هذاك السيناريو وكتمشي تجيبي لها شي لبسه اللي انت ممكن تلبسيها لراسك. انا هادشي اللي كنت كندير، والحمد لله كنت دائما اللي اختارتها ليهم كيشريوها، ماشي كلهم ولكن الاغلبيه. دائما كنقول لها هذه غنجي مع هذه مع هذيك، شي غير سامبل. والامريكيات بصفه عامه بالاخص الموظفات وهذا حتى هما كيعجبهم لا سامبليسيتي، وانا كتعجبني لا سامبليسيتي، هذاك الشيء بسيط زوين وانيق. فاي حاجه في هذه الحياه براكتس، وحتى انك ما تبقاش تخلق من الحاده والفاده وما عرفتش كيقولوا ليها، حتى هي تدريب براكتس. فهمتم؟ المهم انا مره ملي كتكوني زعما دايزه بشي فتره اللي في شكل راه يو رياكت بحال كتبكي وتشكي وهذا، ولكن ملي كتبداي هكا بحال كلمه كاين المد والجزر، واحد الوقت كيبان لك الماء هادي هكا وصافي بحال هكاك الانسان. فانا حسيت براسي بديت كنصفى الماء غادي بديت كنهدا ونصفى. فملي الماء كيهدا بحال هكا كتبدا تكون عندك واحد الرؤيه شويه واضحه، وكتبقاي تحللي وتقولي اش هاد التخربيق، اش هاد الانهزاميه، اش هاد الشيء. فبغيت نقول لكم سمحوا لي مره الا بنت لكم هذه علاقه الحد والقد. الحمد لله راه ما خاصني التخير غير ان شاء الله، يعني باش الانسان انه الميريكان طبعا غاليه وهذه حاجه معروفه، وتا الناس الطبه كاع وكتلقايهم كل خطوه كيحسبوها. ولكن كما كيقولوا اللي جاب هذا الشيء يجيب مكثر، والحمد لله اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال، وان شاء الله ما يكون غير الخير. ايوا هادشي اللي كاين. وقيلا كملت لكم هذا الفيديو في الطريق. يلا نقول لكم شكرا بزاف على المتابعه، and see you في الفيديو الجديد. والله واحد الحاجه بغيت نديرها، بغيت نبدا ندير لكم بحال هكا اش كنطيب اش كندير. يلا بدا يرجع ليا المزاج ديالي، ولكن خاصني نبدل الضواو في الدار واخا هكاك زوينه وفروجيه كما كنقولوا، ولكن الضواو بحال حزينين. حتى الا صورت كيبان لك الدار كشي بشكل. خاصني نبدل الضواو، نبدل الخوامين، نبدل ندير هكا شي تغيير، ونبدا ندير لكم شي يوميات هكا زوينين. ان شاء الله نبدا نمشي للعصا، نشرب بالك العصائر الجميله والصحيه ونبارطاجيها معكم باذن الله. وانا دابا نقول لكم شكرا بزاف على المتابعه، والى اللقاء.